وانا خواتنا في قناة العين تي في، اهلا وسهلا بكم. الكثير لا يعرف بان ابراهيم دياز نجم المنتخب المغربي كان من ابرز المرشحين للعب لفريق البارسا الاسباني عكس فريق ريال مدريد. تصريح لاحد المسؤولين يكشف او يسلط الضوء على هذه المرحلة الصعبة او الدقيقة التي كانت ربما تشكل مفترق طرق ما بين البارسا والريال، والتي كان من الممكن أن يلعب فيها إبراهيم دياز لبرشلونة الإسباني عكس ما يتوقعه الكثيرون. إذا ربما جاءت الفرصة ليذهب إلى الدوري الإنجليزي ومن بعدها مباشرة يعود إلى الدوري. إذا إبراهيم دياز كان قريبا من توقيع عقدا مبدئيا مع برشلونة. ذكرت مجموعة من التقارير الإعلامية الرياضية هذا الموضوع، وقالت بأنه تم الكشف عن هذا الموضوع من قبل ألبرت بوينغ المدير السابق لأكاديمية برشلونة لكرة القدم، حيث أكد أن إبراهيم دياز نجم المنتخب المغربي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني الحالي كان قريبا من التوقيع لفريق برشلونة الإسباني في مناسبتين. وأضاف بوينغ في حديثه مع جريدة موندو ديبورتيفو أن دياز كان على وشك الانضمام إلى نادي برشلونة في مناسبتين، الأولى سنة 2013 وقد وقع عقدا مبدئيا مع البارسا وخاض نصف ساعة من التدريب مع كل من كزافي وإنيستا، لكن دياز تلقى عرضا من رئيس فريق مالما والذي عرض عليه منزلا كبيرا مع تحمل مصاريف دراسة شقيقته بالإضافة إلى أمور مالية لم يكن ليرفضها دياز. وتابع المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة أنه خلال سنة 2014 عند تعاقد إبراهيم دياز مع وكيل اللاعبين بيري غوارديولا الأخير أخبرنا أن دياز يرغب في اللعب لبرشلونة، لكن تأخرنا في التحرك لضمه ما سمح لمانشستر سيتي بضمه مقابل 300 ألف أورو. هكذا ضاعت على فريق برشلونة فرصة ضم أحد أبرز المواهب والنجوم العالميين في كرة القدم، والتي باتت اليوم ركيزة أساسية في صفوف ريال مدريد والمنتخب المغربي. شكرا لكم وإلى فرصة قادمة بحول الله. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.